يناديها بصوت تفهمه، تجيبه مباشرة. كيف لا؟ وهما يعيشان علاقة أم وولدها بكل ما فيها من تفاصيل الحب والحنان. هذه أمي، وأمي تمشي وادي الله، ابني مات وطلنا أنا البني. يقول الفتى إن الناقة تبنته بعد أن ولد ابنها ميتا. كان درهم أول من رأته ورضع منها، ولإثبات العلاقة شاهدوا كيف تصد من يحاول المساس به. ليس هذا وحسب، الناقة مير تشارك أيضا في واحدة من أغرب مسابقات القفز في العالم. العزف على الناي يؤذن بوجود عرض قفز على الجمال. نعم، يقفز الناس هنا على الجمال وهي واقفة. للرياضة طقوسها الخاصة، تبة بارتفاع معين، وتدرج بعدد الجمال. يبدأ ب2، ثم 3 جمال، والآن 4. بعد أن تمكن الشباب من القفز على 4 جمال، قرروا تغيير مسار التحدي واستبدال الجمل الخامس بي أنا. وتم القفز على 5 للتأكيد. توج حميد بطلا للعرض، وكل ما يلقاه هو التكريم برقصة الخناجر. يفرح الشاب بفوزه ببساطة، وحين سألته عن حلمه في الأولمبياد لم يعرف حتى ما هي. أحس إني فرحة. طيب الأولمبياد؟ والله ما إذا ما في إن الدعم من الحكومة. الشباب موهوبين، بالنسبة للشباب في قبيلة الزرانيق موهوبين للقفز على الجمال الواثب. مقدرة أبناء الزرانيق على القفز على الجمال قد تؤهلهم لدخول الأولمبياد، وكما شاركوا قبل في صناعة تاريخ اليمن السياسي ينتظرون الفرصة للمساهمة في صناعة مستقبله الرياضي. صفاء كرمان، الجزيرة، تهامة.